السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض برنامج بسيط جدا بلغة فيجوال بيسك. زرار مجرد ما نضغط عليه هيفتح لنا الكالر دايلوج وهنختار اي لون يعجبنا. ثانية هنلاقي اللون ده ظهر في التكست اللي جنبه. برنامج بسيط جدا وسهل، يلا بينا نبدأ. كل اللي انا عملته دلوقتي ان انا غيرت اسم الفورم من التكست اللي هو في البروبرتيز، سميته كالر دايلوج عشان يبقى باين موضوع البرنامج. كمان غيرت لون الخلفية من الباك كالر عشان شكله يكون احلى وواضح قدامنا. بعد كده بقى رحت على التول بوكس وبدات اضيف الادوات اللي انا هحتاجها. اول حاجه ضفت زرار وبعده كمان تكست بوكس عشان هي اللي هتظهر فيها اللون اللي احنا هنختاره. كمان هبحث على كولر دايلوج، ده مش بيظهر على الفورم فوق، لا بقى بينزل تحت في المنطقه اللي اسمها كومبوننت تحت كده الفورم، عشان هو اداة بتشتغل في الخلفيه ومش ليها شكل يظهر على الشاشه. يعني هتلاقوه تحت كده مش فوق زي باقي الادوات. طيب قبل ما نكمل، يعني ايه اصلا color dialog؟ دي عبارة عن اداة جاهزة في فيجوال بيسك بتطلع لي صندوق اختيار الوان. يعني اول ما استدعيها تفتح لي نافذة فيها دايرة الالوان واختيارات كتير، وانا كمستخدم بختار اللون اللي يعجبني وباخده اطبقه في البرنامج. هي مش اداة بتظهر على الفورم، لا هي اداة بتشتغل في الخلفية عشان بس تظهر لي نافذة اختيار اللون لما اطلبها. دلوقتي بقى هنعمل خطوة ان احنا هنغير اسم الزرار من التكست بتاعه وهنسميه مثلا شو كولر عشان يبقى واضح ان هو اللي هيظهر لي لون الكالر دايلوج. كمان كبرت حجم الزرار شويه كده عشان يبقى شكله واضح قدامنا. بعد كده كمان سحبت الزرار وحطيته قصاد التكست بوكس اللي هيظهر فيه اللون. يعني اول ما اختار اللون واضغط على زرار شو ده اللون بقى واضح في التكست بوكس اللي هو قدامه. دلوقتي بقى جه وقت كتابه الكود. الكود ده انا بقى هكتبه على انهي اداه؟ هكتب الكود ده جوه زرار شو كولر، لان الزرار ده هو اللي اول ما اضغط عليه هيفتح لي الكالر دايلوج ويجيب لي اللون. انا بقى بروح على الزرار بعمل عليه دبل كليك على طول هيفتح لي صفحة الكود جاهزة. من هنا بقى بكتب الكود اللي هو هيشغل اختيار اللون ويظهره في التكست بوكس. اول حاجة بقى هكتبها color dialog 1، ده اسم اداة الكالر دايلوج اللي احنا ضفناها تحت الفورم. يعني دي بقى اللي هتفتح لي نافذة اختيار اللون. بعد كده النقطة دي بقى بتوصل بين الاداة والخاصية اللي احنا عايزين نستخدمها. يعني مثلا color dialog 1 dot color معناها خاصية اللون بتاع الكالر دايلوج. الكلمة color دي بقى الخاصية اللي بتخزن اللون اللي هو هيتعرض في الكالر دايلوج لما يفتح. اللي يساوي دي معناها خد القيمة اللي على اليمين وحطها في اللي على الشمال. يعني هنا بننسخ لون الخلفية بتاع التكست بوكس كالر دايلوج. تكست بوكس 1 دوت باك كالر، ده لون الخلفية اللي ظاهر ورا النص اللي في التكست بوكس. يبقى السطر ده كله معناه يا كالر دايلوج لما تفتح خد لون الخلفية الحالي بتاع التكست بوكس واعتبره اللون المختار دلوقتي. كده لو المستخدم فتح الكالر دايلوج مرة تانية هيلاقي اللون اللي هو اختاره قبل كده موجود وجاهز. السطر ده مش بيغير لون التكست بوكس دلوقتي، ده بس بيجهز الكالر دايلوج عشان لما يفتح يبدأ بنفس لون الخلفية الحالي للتكست بوكس. يعني على سبيل المثال، لو لون التكست بوكس ده دلوقتي أصفر، اول ما تفتح نافذة اختيار الالوان هيلاقي اللون الاصفر ده متحدد. طيب بقى لو لون التكست بوكس دلوقتي بقى ابيض، اول ما تفتح الكالر دايلوج اللون الابيض هو اللي هيظهر مبدئيا. يعني السطر ده مش بيغير لون التكست بوكس دلوقتي، هو بس بيخلي نافذة اختيار الالوان تعرف اللون الحالي الموجود في التكست بوكس. بعد كده هكتب color dialog 1، دي اداة اختيار الالوان اللي احنا ضفناها تحت الفورم. قوله دوت شو دايلوج، ده امر بيفتح النافذة اللي بتختار منها اللون. يعني اول ما يشتغل السطر ده المستخدم هيشوف صندوق اختيار الالوان يظهر قدامه. يبقى كده السطر ده بيخلي نافذة اختيار اللون تظهر على الشاشة. يعني اول ما اضغط على زرار الشو كالر دايلوج ده يفتح والمستخدم يقدر يختار اللون اللي هو يعجبه. بعد كده هكتب تكست بوكس 1، ده التكست بوكس اللي هو على الفورم اللي هو بقى هيتغير لونه. بعد كده دوت باك كالر، دي خاصية لون الخلفية بتاعته. بعد كده بيساوي معناه خد القيمة اللي هي على اليمين وحطها في اللي هي على الشمال. color dialog 1 ده بقى اسم أداة الاختيار الألوان اللي احنا ضفناها تحت الفورم. color بقى دي خاصية من خصائص الcolor dialog، وظيفتها تخزن اللون اللي هو هيتعرض أول ما تفتح نافذة اختيار الألوان. يعني السطر ده كله على بعضه معناه خد اللون اللي المستخدم اختاره في الcolor dialog 1 ده وطبقه على خلفية التكست بوكس. بقى السطر الأول بيجهز اللون المبدئي، السطر التاني بيفتح نافذة اختيار الألوان، والسطر التالت بيطبق اللون اللي المستخدم اختاره على التكست بوكس. تعالوا بقى نعمل كده ستارت ونشوف الفورم ظهر اهو. شايفين الزرار ده شو كولر
لما اضغط عليه هتفتح لنا نافذة اختيار الالوان. اللون الافتراضي فيه متحدد على الابيض دلوقتي. لو اخترت اي لون زي الاخضر مثلا وضغطت على اوكي، هنا بقى اللون ظهر فورا في التكست بوكس. وكمان مش بس الالوان جاهزة، ممكن كمان اروح على custom colors واختار اي لون يعجبني من هناك، ولما اضغط اوكي هيطبق اللون اللي انا اخترته على التكست بوكس مباشرة. يعني البرنامج مرن جدا، تقدر تختار اي لون سواء من الالوان الجاهزة او من الالوان المخصصة. وكده نكون خلصنا فيديو اتعلمنا ازاي نستخدم الكالر دايلوج في فيجوال بيسك، نغير لون التكست بوكس ونختار اي لون من الالوان الجاهزة او المخصصة. اتمنى تكونوا استفدتم كتير، واشوفكم في فيديوهات الجاية ان شاء الله. سلام.